اتكلمنا الفيديو اللي فاتت عن ال AI او عن الذكاء الاصطناعي، وقلنا قد ايه هو ممكن يأثر في شغلنا بالايجاب او حتى بالسلب. النهارده بقى انا في الفيديو ده جايب لك تول من اقوى الادوات الخاصه بالذكاء الاصطناعي اللي ممكن تساعدك في شغلك بشكل كبير جدا جدا كشغل سوشيال ميديا. ال AI تول بتاعتنا النهارده هي Simplified AI. هي تول من اقوى الادوات اللي تقدر من خلالها تعمل الحمله الاعلانيه بتاعتك. يعني بكل بساطه تقدر من خلالها تكتب الكونتنت بتاعك، تقدر من خلالها تعمل الديزاين او الفيديوز بتاعتك، تقدر من خلالها تتارجت الاودينس المناسب للمجال بتاعك، وكمان تقدر من خلالها هي بتريكومند عليك كمان البادجت المناسب اللي تقدر تشتغل عليها في الحمله الاعلانيه، وكمان تقدر تعرض لك اكتر من شكل للحملات الاعلانيه للمنافسين بتوعك، وتقدر تختار الشكل المناسب اللي عايز تعرض بيه الاعلان بتاعك للجمهور. يعني من خلال AI تول بسيطه اسمها Simplified AI تقدر تعمل الحمله الاعلانيه الناجحه بتاعتك. خلي بالك، على قد ما التول دي قويه جدا وعلى قد ما هي افكتيف بشكل كبير قوي في مجالات كتيره جدا، بس خلي بالك مش اقوى حاجه ممكن تعمل بيها الكامبين بتاعتك. طب ليه؟ دي AI وكمان فيها فاسيلتي وفيها اوبشنز كتير جدا جدا ممكن تشتغل عليها، هي ممكن تساعدك لكن ما تحققلكش اقوى كامبين ممكن تعملها على السوشيال ميديا. ده بسبب كبير جدا، وهي الابديتس اللي بتحصل، الكامبين استراتيجي اللي انت شغال بيها، الاستراكشر كامبين اللي انت بتحاول تظبطها جوه البلاتفورم، وكمان بكل بساطه هي الاوبتمايزيشن اللي انت بتعمله للكامبين. يعني اللي انا قلته لك بشكل بسيط دلوقتي هو كام عيب كده مش هتقدر تحققه لك التول دي. زي ايه؟ زي بشكل بسيط ان انت محتاج اتليست تعمل لك كذا ادست جوه الكامبين بتاعتك عشان تقدر تاوبتمايز الكامبين فتحقق منها ريزلتس كويسه. خلي بالك التول ما بتعملش كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، لو عايز تعمل اناليسيز للكامبين بشكل ادفانسد التول ما بتعملش كده. ايه كمان؟ لو انت عايز تتارجت الاي كلاس او البي كلاس او السي كلاس وعايز تعمل نارو وعايز تبدا تضيق وتختار شريحه معينه من السيجمنت بتاعتك، التول مش هتقدر تعمل لك كده. يعني من الاخر كده، على قد ما الاي اي ممكن يكون مفيد وسهل وبسيط، على قد ما عيوبه اكتر من مميزاته. عشان كده في الفيديو ده انا بقول لك التول، لكن بقول لك خلي بالك المانيوال كامبين هتبقى اقوى بكتير جدا جدا جدا. وعايز اقول لك انا مصطفى خلف، ودي سلسله فيديوهات ماركتنج في ال50.